مساء الخير يا جماعة. مع ان بصراحة انا مش عارف هيجي منين الخير واحنا بنعيش ايام صعبة جدا. ترامب بيرفع الرسوم الجمركية على الصين، فالصين ترد عليه وترفع هي كمان الرسوم الجمركية على البضائع اللي جاية من امريكا، بتردها له كده. يقوم الشعب الامريكي يعمل مظاهرات ضخمة. يا عم لؤي خلينا في مصر الله يكرمك. ايه يعني احنا ما عندناش اي مشاكل نتكلم عنها؟ لا طبعا عندنا. انت فكرتني يا حويل، عندنا مشكلة كبيرة عاملة قلق في الشارع المصري ومسببة صداع في دماغ المواطن. اخيرا اعترفت بلسانك، قول وسمعني. هنقول كتير يا حويط، بس خلونا نبدأ الحلقة. انا لؤي الخطيب ودي حلقة جديدة من انحياز. الشعب المصري الايام دي منقسم لفريقين بسبب مشكلة خطيرة جدا. فريق معترض على ان الحاج مصطفى السيد والد اللاعب زيزو هياخد عمولة كبيرة جدا من ورا بيع زيزو للاهلي، وفريق تاني شايف انه من حقه ياخد العمولة طالما هو وكيل اللاعب. خلاص بقينا من دول العالم الاول وكل مشاكلنا عن لعيبة الدوري، ده اللي بيشغل بال المواطن المصري. انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس طالما انت سألت لازم اجاوب يا حويط. شفت زنقتك اهو، اتكلم بقى. المصريين الايام دي برضو انقسموا لفريقين، بس المرة دي بخصوص الاكل بقى. فريق بيقول ان الرئيس الفرنسي ماكرون اكل كباب وكفتة في خان الخليلي، وفريق تاني بيقول لا، ده راح اتصور ومشي على طول. يا سلام. فعلا، بس اخيرا واللي حسم الجدل كان مدير مطعم نجيب محفوظ لما قال ان الرئيس ماكرون اكل جميع انواع المشويات وحب الطرب والبتنجان المخلل. ماكرون اللي بياكل البيتي بان واللي بياكل الماكرون وبياكل اكل طرب وبتنجان مخلل. داء اكون مع حضرتك. رئيس ماكرون داء من كل حاجه، وكان معجب اكتر حاجه عجبته بكل اللي داقه يعني مبسوط لدرجه يعني ما لو كانش العدد الكبير اللي موجود بره مع الوفد الفرنسي اعتقد كان هياخد تيك اواي معاه. عادي يعني رئيس دولة وجاي يزور دولة تانية، ايه الجديد يعني؟ بطلوا افوارة بقى. بغض النظر عن المكاسب اللي هتعود على مصر من الزيارة دي واللي هقولها لك بعدين، بس الجديد يا حويط ان تخيل كده راجل واخد ولاده ومراته ولا واحد نازل مع صاحبه وبيتمشوا عادي في امان الله في خان الخليلي، مش هيقابلوا بقى لاعب كرة مشهور ولا مغني ولا فنان، لا دول هيلاقوا نفسهم بيقابلوا الرئيس السيسي ومعاه الرئيس ماكرون، وكمان بيتصوروا معاهم سيلفي. يا راجل ده الرئيس الفرنسي من كتر ما الناس كانت بتتلم عليه وعايزة تتصور معاه، ومن كتر ما هو انبسط بالجولة والزيارة كان ناقص يفتح لايف، وكل شوية بقى كنت تلاقيه كاتب بوست على اكس احلى من البوست اللي قبله. يعني شوف بنفسك. طبعا كل وسائل الاعلام المصرية والاقليمية والدولية فضلت ايام تتكلم عن الزيارة دي ورسايلها وتأثيرها كمان على أزمة فلسطين، وفي نفس ذات الوقت كان في وسائل إعلام تانية وهنمشيها إعلام بتمارس دورها المفضل يا عم حويل. اللي هو ايه؟ يا راجل ده انت حافظ الدور ده وبتلعبه انت كمان، تكذب وتدلس. طب تعال نشوف. طلع امبارح ماكرون جه عملوا له حفله زفه بالطيارات الرافال. انت متخيل؟ اتنقل الشو بعد كده من الطيارات الرافال اللي فرنسا بتتحكم فيها جزئيا وبشكل مشروط إلى فسحة في خان الخليلي في زيارة عفوية خالص، عفوية جدا، عفوية قوي. بص يا ناصر، أنا عارف إن أنت محروق من موضوع طيارات الرافال ده ومش فاهم يعني إيه حوار فرنسا بتتحكم فيها. يعني ده على فكرة دول كتيرة تانية ومنها دول في المنطقة راحت بعد مصر علشان تشتري الرافال، وعلى فكرة ده مش كلامي، اسمع. أنتم كنتم أول من وثق بالرافال الفرنسية ودول كثيرة تبعتكم بعد ذلك. يعني الرئيس ماكرون نفسه هو اللي بيقول الكلام ده. وعموما يا ناصر أنا فاهم وانت فاهم ايه اللي مزعلك انت واصحابك المطاريد من موضوع الرافال، واحنا مش ناسيين وقت ما مصر اتعاقدت عليها وعلى غيرها من الأسلحة طول ال10 سنين اللي فاتوا، كنت انتوا ازاي بتصيحوا وتقولوا ليه الأسلحة دي؟ هي البلد محتاجة، والزمن بين انكم مدلسين كالعادة. بس ما علينا، قول لي بقى زيارة ماكرون مالها؟ في زيارة عفوية خالص، عفوية جدا، عفوية قوي، ومن عفويتها مليانة بالأعلام والصور. استغفر الله العظيم.
ايه، مش عايز تسمع رأي غير رأيك؟ مش كلامه حقيقي وحصل ولا هتنكر؟ والله يا حويط من قبل ما اسمع كلامه وكلامك وكلام حبايبكو وانا متوقع اللي هيتقال، بس حقيقي انتوا كل مره بتبهروني بمستوى غبائكو، يعني معلش ما تزعلش مني. بقول لك ايه يا لؤي، سيبك بقى من كل اللي انت بتقوله ده. هو ايه الجامد يعني في الزيارة؟ ما الامن كان مالي الشوارع ومقفلين المكان وماشيين بحراسة، فبلاش تحسسني بقى ان هم نازلين بالصدفة. يعني الراجل بيتكلم صح. يا سلام عليك يا حويط وانت عامل فيها محلل استراتيجي. اسمع بقى يا حويط واسمع كويس. هو واحنا بنشيد بجولة ماكرون في خان الخليلي قلنا لا سمح الله يعني انها ما كانتش متأمنة؟ طب هو بالعقل كده في جولة لرئيس أي دولة في مجرة ضرب التبانة ينفع إنها ما تبقاش متأمنة؟ ما بالك بقى جولة لرئيس الدولة مع رئيس ضيف بحجم ماكرون بيلفوا في شوارع هي من أزحم شوارع القاهرة. يا راجل روح شوف ترامب اللي هو رئيس أكبر دولة في العالم كان بيبقى متأمن إزاي في حملاته الانتخابية من قبل ما يبقى رئيس أصلا. صح كلامي يا حويط ولا لأ؟ صح يا عم ناصر يا فيلسوف عصرك ولا لأ؟ زيارة مفاجأة جدا جدا، يعني محدش كان عنده علم. فجأة الناس وهي قاعدة في المحلات لقوا ماكرون. ازاي ماكرون يا ولاد؟ قالوا يا ولاد. لا ده انت مصمم بقى. طب نقول تاني، محدش قال انها جولة مفاجأة. الناس كانت عارفة ان في زيارة لان كان في تأمين قبلها وناس بتشتغل على ان المكان ده يبقى آمن للرئيس وللرئيس الضيف. اللي اتفرجوا على الفيديوهات في التلفزيون وعلى السوشيال ميديا كانوا فاهمين كمواطنين مصريين عقلاء إنها الزيارة مش مفاجأة، أكيد علشان الناس بتفهم وبتفكر، لكن الناس دي برضو كانت فاهمة وهم بيتفرجوا ومبسوطين إنها الزيارة متأمنة. ليه يا عم حويط؟ ليه يا سيدي؟ علشان شافوا مشهد صادق عنوانه العفوية، وده لا يتعارض تماما مع التأمين اللي مش عاجب صاحبك محمد ناصر، بس دي الحقيقة. شافوا ناس طيبين مصريين بيجروا على رئيسهم يحيوه ويتصوروا معاه والابتسامة باينة في عيونهم قبل وشوشهم. ومش محتاج اقول لك ان المشاعر دي ما فيهاش كذب، بس معلش دي حاجة اسمها وطنية، يعني انتوا ما تعرفوهاش بقى كمطاريد وانت يا حويط معرفش. مهم عامة في رأي مهم جدا في الزيارة دي انا وانت يا حويط لازم نسمعه بإنصات. ماكرون في القاهرة، هل دي زيارة فعلا عالمية ومهمة؟ وهل الطرف المصري زي الطرف الفرنسي الاتنين بينظروا للزيارة ومعالمها بنفس الطريقة؟ ايه رأيك انت يا حويط؟ هل هي زيارة عالمية؟ هو يعني ايه زيارة عالمية اصلا؟ ما رئيس جاي يزور بلد زي اي زيارة، وبعدين انتوا فرحانين بالزيارة والقطاع بيباد. يا عيني يا حويط، ده انت يا ابني شارب كلامهم شرب كده ولا مفعول المضاد الحيوي. طب بص يا حويط، لو على فرحانين بالزيارة فأنا وأي مصري بيحب البلد دي طبعا لازم يكون فرحان بالزيارة وقوي كمان، وهقول لك ليه بس اتقل كمان شوية. خلينا بس نسمع حبايبك ونديهم فرصة. قول يا سميح كمل، الزيارة عالمية ولا لأ؟ لكن في عدد من الأسئلة حوالين الموعد. يوم 6 إبريل منذ سنوات طويلة جدا كان يوم هزيمة الجيوش الفرنسية وأسر لويس التاسع الملك الفرنسي في دار ابن لقمان في المنصورة. هو نفس اليوم اللي اختارته الإدارة المصرية علشان تعزم ماكرون في مكان تاريخي آخر، خان الخليلي والحسين. سميح هو انت بتملى وخلاص؟ يعني انا هفترض وده فرض جدلي ان فعلا اليوم مقصود، انت عندك مشكلة ولا حاجة؟ لم يختار الرئيس عبد الفتاح السيسي غير هذا اليوم وكأنها رسالة ملغومة غير مفهومة أو يمكن عدت عليهم. طيب نفترض تاني ان كلامك عن اختيار اليوم وانه مقصود كلام مظبوط، هي دي حاجة تعيب الدولة؟ دي حاجة تسيء لينا؟ بالعكس ده يوم احنا كنا منتصرين فيه. ده تاني لو كلامك صح، لان المفروض ان الرئاسة الفرنسية دي حويطة، مش كده يا حويط ولا ايه؟ نفس مشكلتي معاك مستمرة يا لؤي، بتتفه من كلام الناس. بس يا حويط بس، يعني هي دي ناس يا جدع، عايزين حجج اقوى من كده يا حويط، عايزين بنص جنيه منطق، ومش هنتفه من كلامهم. حاضر وقتها ما خدوش ودعاه في زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة. لم يدعوه على لحظة ركوب القطار الكهربائي أو المونوريل. لم يفكر أن يأخذه في هذه الأيام الحر شويتين كويسين يعني
إلى العالمين الجديدة. عايز تقول حاجة يا حويط قبل ما ارد؟ اصل انا شايفك كده بتفرك ومش على بعضك، فقول. بصراحة ما ودهوش العاصمة الإدارية ليه؟ مش دي اللي طالعين بيها السما السبعة؟ وفي الآخر راح شوارع القاهرة القديمة اللي سبتوها ومشيتوا للعاصمة. الله عليك يا حويط، الله عليك وانت متأثر كده وخايف على التاريخ. انا بصراحة يعني اتأثرت بكلامك. طب بص بقى يا حويط، علشان انا عايز ارد على الكلام ده اللي كتير من حبايبكوا ولجانكوا بيرددوه على السوشيال ميديا. مبدئيا كده محدش ساب القاهرة التاريخية ولا هيسيبها. اللي بيحصل ان الدولة بتطور القاهرة التاريخية بالتوازي مع اللي بتعمله في العاصمة الإدارية عشان القاهرة التاريخية ترجع كنقطة جذب سياحي مرة تانية. وده اللي خلانا اصلا نبقى قادرين نستقبل ماكرون هناك، لان الوضع في القاهرة التاريخية كان بقى صعب جدا. ولا انت يا حويط بقالك سنين ما نزلتش للقاهرة التاريخية اللي انت بتتكلم عنها وقاعد بتنظر وبس؟ ثانيا بقى يا عم حويط، انت والراجل الغلوبة اللي كان بيتكلم ده، في حاجة اسمها برنامج زيارة. لما رئيس اي بلد بيزور بلد تانية البرنامج ده بيختلف حسب توقيت الزيارة والرسائل اللي مطلوب توصيلها. بس عامة طالما جبتوا سيرة العاصمة الإدارية فدلوقتي انتوا مع المفاجأة الكبرى. مين ده بقى؟ ده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة مع الرئيس السيسي. فين يا حويط؟ في العاصمة الإدارية، علشان وقتها من 6 سنين كان في هدف إن تفقدها يكون ضمن برنامج الزيارة. ما هو الموضوع مش عبثي كده ومتروك للصدفة زي ما انتوا فاكرين يا حويط، أو خلينا نقول زي ما أصحابك بيحاولوا يقنعوا الناس. عامة يا حويط تعالى بس كده وانا هفرجك على مشهد حلو تاني كان في زيارة الرئيس ماكرون. معنا حالة كوثر 25 سنة من قطاع غزة، تم تحويلها لمستشفى العريش العام في 10 مارس 2025. الإصابة هو كسر في العمود الفقري في الفقرة الظهرية الثانية 10. سبب الإصابة قصف المنزل اللي هي ساكنة فيه، وللأسف تم حدوث شلل في الطرفين السفليين. ايه رأيك بقى حويط في المشهد اللي شفته ده؟ هيكون ايه رأيي؟ ده على أساس يعني إن ماكرون ما يعرفش اللي حصل في القطاع، على أساس إن ماكرون ما يعرفش إن في آلاف الشهداء والمصابين. ايه لازمة اللقطة دي؟ لقطة؟ هي بقت لقطة؟ بس كلمة لقطة دي يا حويط أنا حاسس إن أنا سمعتها من حد تاني. يعني لا عادي، يعني ما أي حد بيفكر هيقول الكلام ده. يا سلام يا حويط، ده أنت اتطورت أهو، بقيت بتقول ردود حلوة. عموما تعال نشوف مين صاحبك اللي قال الكلام ده. اللي خد الرئيس ماكرون المستشفيات في العريش عشان يفرجوا معاناة الشعب الفلسطيني صوت وصورة، عشان يقول له الشعب الفلسطيني بيعاني، الشعب الفلسطيني بيموت، الشعب الفلسطيني بيقتل، على أساس إن إيمانويل ماكرون كان أصم وأعمى وأبكم ومش عارف إن في إبادة جماعية، فكان مستني فخامة الرئيس السيسي عشان ياخده ويعرفوا إن في مشاكل في المستشفيات وقد إيه الفلسطينيين بيتعذبوا. معلش يا جماعة، أسامة ما يقدرش يعيش من غير تحنيك. بس لا يا أسأس، أنت مستواك بيتراجع على فكرة، محتاج تشد وتذاكر شوية. هو في حد يا أسامة ممكن يقول إن في أي حد في كوكبنا ما يعرفش اللي بيحصل في القطاع؟ ما يعرفش إن أهل القطاع ما عندهمش ولا مستشفى يتعالجوا فيها؟ أكيد إحنا عارفين كويس، وأكيد ماكرون عارف وفاهم إن في إبادة. بس كمل الأول وقول لي أنت زعلان من إيه تاني يا محنك؟ لما يبص لها وهي بتقول له عايزين الحرب تقف، فيقول لها قولي للرئيس ماكرون حضرتك ممكن تعلق بإيه على موقف زي ده؟ هل الرئيس ماكرون بلده اللي هو رئيسها لها حدود برية ممتدة مع قطاع غزة؟ طب يا حناكة، هو الرئيس السيسي قال فعلا للسيدة الفلسطينية اللي بتقول عايزين الحرب تقف قولي للرئيس ماكرون. بس أنا بجد مش مستوعب أبدا التفسير الغريب بتاعك ده. يعني الرئيس يقصد بده إننا ملناش دعوة وشوف الرئيس ماكرون هو اللي يحل أزمتكم؟ يا إخوانا أنتوا بتقولوا إيه؟
يعني بجد المنطق بينتحر قدام كلامكم ده. ايوه، وايه علاقه الرئيس ماكرون؟ المفروض ان ده دور مصر. فعلا ده دور مصر، وده الدور اللي مصر بتلعبه ومش مقصرة فيه، بدليل ان السيدة الفلسطينية وكل اخواتنا اللي مشرفيننا من القطاع بيتعالجوا في مستشفى العريش، وهم نفسهم عارفين دور مصر كويس. حتى شوف كده، مش عشان موجود الرئيس، مش هذا لا، يعني انا بشكره من كل قلب على المعامله اللي عملوا لنا اياها. احنا حاسين حالنا بنأهل شفت يا حويط؟ شفت يا أسقس يا حنكة؟ أرد بقى على سؤالكم، ليه الرئيس قال للسيدة الفلسطينية قولي للرئيس ماكرون؟ ببساطة واللي أي عاقل ممكن يفهمه إن الرئيس السيسي بيشهد الرئيس الفرنسي على الوضع المأساوي، بيقول له شوف الناس واصلة لفين، شوف أهالي القطاع بيعانوا إزاي. عشان كده لازم يكون لفرنسا باعتبارها دولة أوروبية مهمة ورئيسية دور في وقف الحرب. فاتكلم بقى وقول عن اللي انت شفته، وده اللي حصل بعد كده. دي الرسائل اللي الناس السوية اللي بتفهم هتشوفها وتفهمها بمنتهى السهولة. وهي جابت نتيجة يعني الرسائل دي؟ تعال نشوف يا عم حويط كده زيارة مستشفى العريش كلها كانت ايه نتيجتها المباشرة والسريعة. دي رسالة ماكرون بعد زيارة العريش اللي العالم كله شافها والصحافة الفرنسية والعالمية نقلتها. عرفت بقى ايه لازمة زيارة مستشفى العريش يا حويط؟ يعني بذمتك يا لؤي هو ده الدور اللي مصر بتقوم بيه؟ مستنيين بوست ولا فيديو من ماكرون؟ هي دي فايدة الزيارة؟ يا نهار اسود يا حويط، ده انت بقيت متوحد مع كلامهم. طيب عموما هو البوست او الفيديو اللي انت بتقلل منهم يا حويط مهمين جدا، لاننا عايشين في مجتمع دولي ودي فرنسا مش اي دولة يعني. ولو على دور مصر فانت عارفه كويس يا حويط، وانا لسه كنت قايل لك بالارقام والادله مصر عملت ايه وبتعمل ايه لاشقائنا في القطاع في حلقه العيديه. العيديه اللي وجعتكم قوي دي. هو انا عندي سؤال، يعني انا مؤمن بدور مصر وانها كبيره المنطقه وده قدرها، بس انتوا يا جماعه مش شايفين ان في حد تاني المفروض يبقى له دور يعني جنب مصر؟ طب ما علينا، مش هنقف في الحتة دي كتير. عموما تعالى بقى حويط اقولك على حاجة تانية من الحاجات اللي بتضايقكم بمناسبة بقى فايدة الزيارة وايه اللي حصل وكده. اتفرج يا حويط. النقطة الثانية عاد السيارة. أنا مش هدفع فلوس. طبعا يا حويط الحاجات دي بتزعلكم، بس معلش، من فوائد الزيارة ان في اتفاقيات وصفقات اقتصادية انعقدت بين البلدين، وزي ما انتم شايفين كده بإشراف الرئيس السيسي نفسه. الحقيقة أنا برضو شايف اللي حصل ده كله أفورة. وبالمناسبة بقى ماكرون بيعمل كده في كل الدول اللي بيزورها، بينزل ويلف عادي يعني، وده اللي حصل في لبنان لو انت فاكر. الفرضية. فرضية ايه؟ الفرضية. الأزمة بجد في الفرضية بتاعتكم، انتوا بتبنوا فرضية خيالية وتقنعوا نفسكم كحويط وكمطاريد ان هي حقيقية. هو في حد قال ان ماكرون ما عملش كده غير في مصر؟ هل في حد قال ان مصر الدولة الوحيدة اللي ماكرون عمل فيها جولات تفقدية؟ احنا بنتكلم عن اهمية الزيارة في توقيتها وفي البرنامج بتاعها اللي بصراحة لازم نقول شابو بجد للدماغ اللي فكرت فيها وخططت للبرنامج بتاعها ده. مفيش صدفة، كل فريم محسوب وليه هدف، وكانت النتيجة الأهم يا حويط دي. اقرأ كده معايا يا حويط. ما بتردش دلوقتي؟ ماشي يا عم أنا هقرأ. ماكرون بيقول إن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو المقبل. دي كانت رسالة ماكرون بمجرد ما سافر من مصر يا حويط انت والمحنكين او قول بقى المدلسين اصحابك. يعني هو بيتكلم بوضوح عن احتمالية الاعتراف بفلسطين. وبالمناسبة حصل هجوم كبير على ماكرون من اليمين المتطرف في فرنسا بسبب التصريح ده غير هجوم من ابن نتنياهو نفسه، وده خلى الراجل يطلع تاني ويتكلم عن شروط للاعتراف بفلسطين. بس احنا هنا محتاجين نسأل سؤال واضح ومباشر، هل تصريح ماكرون كان نتيجة لزيارته لمصر؟ الإجابة طبعا كان نتيجة للزيارة. وعلشان نبقى بنتكلم بالمنطق لأننا ملناش في التزييف زي المطاريد، حصلت اعتراضات كتيرة زي ما قلنا، ووارد الاعتراف ده ما يحصلش بسبب الضغوط دي أو تبقى شروطه صعبة، بس على الأقل احنا حركنا المياه الراكدة لدرجة ان حصل انقسام داخل المجتمع الفرنسي نفسه، وناس كتير شايفة انه لازم يكون في اعتراف بفلسطين وقبلها يحصل وقف للحرب في القطاع. يبقى قابلني. بتسخر؟
صحيح، ما انتوا ما يهمكوش اي حلول، اللي يهمكوا ان الازمات تفضل دايره علشان السبوبه تكمل وحبايبك يا حويط يقبضوا وينبسطوا. عامه دي كانت نتائج الزياره اللي حرقتكوا قوي واللي حاولتوا تدلسوا كالعاده وتشوهوها. دي الصوره الكامله اللي اي منصف هيشوفها، لكن اللي قلبه اعمى وبيكره بلده معلش احنا اسفين وعارفين ان عينك مش هتقدر تشوف الصوره دي. وفي النهايه عايز افكرك مفيش حاجه اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وانا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي انا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومه. اشوفكم الحلقه الجايه.